السوري هذه المرة تضيف صحيفة الوفاق الإيرانية هو من سيحدد ساعة الصفر لاسترجاع ما وصفته بالجزء المحتل من حلب وتأمين الطريق الأساسي إليها. هذا كل شيء حتى الساعة مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة للصحافة الدولية والإقليمية. الآن أدعوكم لمتابعة ما تبقى من استوديو الحدث مع الزميل محمد. إليك محمد. شكرا لك جيزيل. شكرا. إلى مصر بعد حرق مقر حركة تمرد التي تقوم بحملة تجمع فيها التواقيع لإسقاط الرئيس مرسي، أدانت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية هذا الاعتداء، ولمحت الجماعة في بيانها بأن يكون حريق المقر مفتعلا، وطالبت في بيان لها بسرعة التحقيق وضبط الجاني وإحالته إلى المحاكمة ومعرفة ما إذا كان الحريق متعمدا أو مفتعلا من قبل حركة تمرد. كما أكدت في بيانها أنها تدين سياسة حرق المقرات سواء كانت إسلامية أو ليبرالية، إضافة إلى حرق الممتلكات العامة أو الخاصة أو المساس بها. من القاهرة ينضم إلينا كريم عبد الحفيظ عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد. كريم، أهلا بك إلى استوديو الحدث. بداية، هل ثمة أدلة على ما حدث بالضبط، ومن من الممكن يعني أن يكون وراء حرق مقر تمرد؟ حضرتك احنا لسه لغايه دلوقتي ما نعرفش اذا كان في اي ادله ولا لا. التحقيقات المفروض ان هي تاخد من وراها تتم. انا كنت موجود في اليوم دوت، انا كنت موجود ساعه الحريق. احنا كنا جايين من وقفه خالد سعيد في اسكندريه، كنا بنغطي الوقفه واحنا جايين جات لنا كذا تليفون اتصالات من ارقام مجهوله ان المقر المركزي سيتم احراقه، سيتم التعدي عليه. وجهنا على رساله على الصفحه الرسميه: يا جماعه توجهوا للمقر، احموا المقر، امنوه. الناس توجهت واحنا نزلنا بدورنا على المقر على طول. رحنا لغينا لغايه الساعه حوالي 1:30، مفيش اي حاجه. قلنا للناس خلاص يا جماعه ده اشاعه، والناس خليناهم روحوا. بعد ما الناس روحت طلعنا انا واثنين من زمايلنا من اللجنه المركزيه في المقر. فوجئنا لغايه الساعه 3 بالظبط صباحا، فوجئنا بتكسير في الباب. جرينا على الباب لقينا النار داخله من جوه الباب واحنا موجودين داخل المقر. إن بعد كده يعني ما تتخيلش حضرتك منظر الحريق يعني عامل ازاي. طيب. فده احنا طبعا بعديها طفينا احنا الحريق، شباب الحمله هم اللي طفوا الحريق بدون وجود اي مساعده من اي حد. مفيش اي حد تدخل، احنا اللي طفينا الحريق. نزلنا وعملنا محضر بالواقعه، واحنا اتهمنا فيه في المحضر محمد مرسي رئيس الجمهوريه بصفته وشخصه، واتهمنا فيه جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله عنه خيرت الشاطر محمد بديع. والمحضر موجود يحمل رقم 3719 اداري قصر النيل. طيب، أرجو أن تبقى معي. وحضرتك برضه في حاجة أنا راح أرجع لك يعني، ولكن فقط يعني نبقى في ذات السياق. أرجو أن تبقى معي. في هذا السياق أكد مؤسس حزب الراية حازم صلاح أبو إسماعيل لصحيفة المصري اليوم أنه من مصلحة الإسلاميين نزول المعارضة في تظاهرات يوم 30 من يونيو، لأنها ستمكن الإسلاميين من حكم مصر عشرات السنين، مشيرا إلى أنه سيحدد موقفه من النزول إلى المظاهرات أو عدمها قبلها بيوم. واتهم كل من حملة تجرد التي تجمع تواقيع مؤيدة للرئيس وحملة تمرد بأنهما تقودان البلاد إلى صراع داخلي، وأشار إلى أن حملة تمرد تريد حرق واقتحام وإسقاط النظام بالقوة، لافتا إلى إعلانها استخدامها للقوة في 30 من يونيو. وحذر أبو إسماعيل من وصول الأمر إلى استخدام القوة، لأن ذلك سيدفع الإسلاميين القاعدين في البيوت إلى التحرك فورا، وسيكون المكسب لنا وليست الخسارة. إذن أستاذ كريم، مرة أخرى هناك اتهامات لتمرد بأنها لا تكتفي بالتواقيع وإنما تهدد باستخدام القوة، وربما تحاول يعني إنه حرق البلاد من أجل تحقيق مكاسب سياسية. حضرتك احنا في اتهامنا برضو في المحضر اللي عملناه اتهمنا فيه برضو حركة أحرار اللي هي حركة حازمون سابقا. هو أول ناس أصلا اتهموا هددونا باستخدام القوة ضدنا هو حازم صلاح أبو إسماعيل. وأول ناس ابتدت بحرق مقرات الأحزاب ومقرات الحركات ومقرات المعارضة كانت حركة حازمون. احنا لو هو بيتهمنا باستخدام القوة، احنا في بداية حملتنا أول ما أعلناها أكدنا على سلمية الحملة، واحنا لغايه اخر لحظه حتى ضد مع استخدام القوه واستخدام العنف اللي بيتم ضدنا وضد اعضائنا وضد مقراتنا، احنا برضو بناكد ان احنا هنفضل على سلميتنا. النظام بيجرنا للعنف واحنا لن نجر هذا العنف الذي يسعى اليه النظام.
في كمان حاجه تانية، ان حركه البلاك بلوك او جماعه البلاك بلوك اللي هي سموها جماعه، نعم. ان هي كانت طلعت اول ما طلعت كانت استخدام العنف ضد العنف. البلاك بلوك اول امبارح قبل حرق المقر طلعت بيان قالت ان احنا بنتخلى عن استخدام المولوتوف وسنستخدم السلميه ونؤكد على سلميتنا. يعني احنا حتى الحمله قدرت ان هي تقنع كل الجماعات اللي بتستخدم العنف ان هم يستخدموا السلميه. يعني طب ماذا بخصوص يعني تظاهرات فالنظام 30 من يونيو، يعني تمرد، هناك تجرد، يعني هل يعني ممكن ان يصل الامر الى حد الاشتباك وبالتالي يعني حدوث ما لا تحمد عقباه؟ احنا برضو بنأكد على سلمية مظاهراتنا وتحركاتنا، واذا تم استخدام عنف فهو ما يكون المسؤول الاول والاخير عنه رئيس الجمهوريه، المفروض اللي هو اللي موجود، اللي احنا اصلا نازلين بنطالب بسقوط هذا النظام وسحب الثقه منه وباجراء انتخابات. احنا بنطالب بشكل متحضر. معظم الدول المتحضره الناس بتطلع فيها بتعترض على النظام، بتقول له احنا عايزين انتخابات رئاسيه مبكره. انت لو انت رئيس دوله واثق في نفسك وواثق في شعبيتك، وانتوا جماعه واثقه في شعبيتكم في وسط الناس، انزل واطرح في نفسك الثقه وقول انا موافق واعمل انتخابات رئاسيه مبكره، وانت والشارع هو اللي يختار. واحنا في اتهامنا كمان في البلاغ اللي عملناه، اتهمنا فيه وزير الداخليه بالتقصير والتقاعس عن تامين مقرات حمله التمرد على خلفيه تامين الوزاره لتامين مقرات الحريه والعداله على مستوى الجمهوريه. يعني هو ما هي المفروض ان هو ده مش حركه او حمله موجوده بتعارض وهي اتفضل حضرتك. بس انا عايز اتاكد على حاجه ب 30 ثانيه اذا استطعت. اوكي، ان على خلفيه اتهامنا لوزير الداخليه، على خلفيه دعوه وزير الداخليه للجلوس مع حمله التمرد، احنا رفضنا الدعوه. فبعد رفض الدعوه بيوم بالظبط حصل الحريق. نعم. ورغم ان وصول التهديدات واعلاننا عن التهديدات، وزير الداخليه لم يؤمن حمله التمرد ولا مقرات حمله التمرد. كريم عبد الحفيظ، عضو اللجنه المركزيه لحركه تمرد، شكرا لك ولوجودك في استوديو الحدث. وصف القيادي في حزب مصر القوية والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين مختار نوح خلال مقابلة على قناة أون تي في الرئيس المصري محمد مرسي بديكتاتور صغير. اللي مش ضد الرئيس مرسي أن يتعامل مع الناس كرئيس، مش